في مرحلة من أهم مراحل أي بيزنس بيبدأ اسمها ريليفنس، وعلشان أبسطها لك أنت هنا بتسأل نفسك سؤال: ليه العميل المفروض يهتم بإنه يشوف اللي أنا بقدمه؟ ودي دلوقتي تعتبر مرحلة من أهم مراحل الماركتينج لأي بيزنس بيبدأ. طب هي ليه أصلا المرحلة دي مهمة؟ أولا خليني أسألك سؤال: هو أنت تعرف مين المنافسين بتوعك؟ خليني أوصل لك معلومة ممكن تبان بسيطة بس هي عميقة جدا لو أنت فكرت فيها. المنافسين بتوعك مش بس هم اللي بيقدموا نفس السيرفيس أو البرودكت اللي أنت بتقدمه وفي نفس الماركت، لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. المنافسين بتوعك دول فيهم صحابك، وفيهم الميمز والكوميكس اللي انت بتشوفها، وفيهم الاخبار اللي بتنزل، وفيهم الاحداث الترندي اللي بتحصل. وهتقول لي ليه هم دول منافسين ليا؟ هشرح لك بالظبط دلوقتي. لان كل انواع المحتوى تعتبر دلوقتي كومبيتيتورز ليك، لان الناس دلوقتي لما بتفتح السوشيال ميديا بتحاول تدور على الحاجه اللي تسليها او اللي تحسسهم ان هم بيشوفوا حاجه مقتنعين بيها او شبههم او بتأدي احتياجهم وهكذا. فانت لما تكون بتظهر مع منافس مثلا بيقدم محتوى، لازم انت كمان تكون زيك زيه، لازم انت تكون بتعرف تخلي الناس اللي بتشوفك تحس ان انت بتقدم لهم حاجه كويسه، حاجه هتفيدهم. طبعا مش شرط الحاجه دي تكون ضحك وهزار، بس خليني اقول لك ان المحتوى الكوميدي نفسه هو محتوى فيه فاليو معينه والناس بتحب تشوفه، وده دليل ان هو محتوى ناجح. فانت هنا بتنافس مثلا الناس دي، بتنافس صناع المحتوى اللي بيتكلموا في اي حاجه في الدنيا اللي الناس بتحب تتابعهم، اللي هيكون منهم التارجت اودينس بتوعك. بتنافس صحابك والناس اللي بتقعد تعمل شير لميمز وحاجات زي دي، لان هم برضو بيظهروا على نفس الفيد اللي انت بتظهر عليه. فانت لازم اصلا تكون بتفكر في الحاجه دي وحاططها دايما في اعتبارك. يعني باختصار انت لازم تقدم محتوى للناس دي يكون داخل جوه حياتهم. وازاي تعرف تربط اللي انت بتقدمه ده بالاحتياجات والمشاكل والرغبات اللي عند الاودينس بتوعك؟ يعني باختصار الريليفنس معناها ان انت لازم تكون مرتبط بالاودينس بتوعك وتكون زيك زيهم، ما تكونش بالنسبه لهم سلعه لما يبقوا عايزين يشتروها يشتروها، ولو شافوا منافس ليك بيعمل احسن منها هيروحوا يشتروها منه.